طاقم قبعة القش بقيادة مونكي دي لوفي وصل أخيرا لبلاد وانو. بلاد وانو اللي مش شبه أي بلد شفناها قبل كده، بلاد بيتم حكمها بواسطة الشوجون أوروتشي وإمبراطور البحر كايدو. يموت العشرات من الأطفال والكبار يوميا بسبب الجوع، وعلى الجانب الآخر يعيش الشوجون وجنوده في راحة وطعام وفير. أحداث كتيرة جدا ومعلومات مهمة عن بلاد وانو ذكرناها في الجزئين اللي فاتوا، فلو فايتك حاجة منهم ارجع وشوفهم الأول. نصلي على سيدنا محمد ويلا بينا نشوف حكايتنا. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا دخول لوفي وزورو أوكيكو إلى بلدة باكورا من أجل إنقاذ أوتاما، وحصلت أحداث كتير جدا في البلدة، وأهم الأحداث إن لوفي هزم أحد الهيدلاينر، ومش أي هيدلاينر، لوفي هزم هولدم التابع لأحد الكوارث الثلاثة من قراصنة الوحوش وهو جاك. وبعدها توجه لوفي مع تلفلجار لو إلى أنقاض قلعة أودين، وهناك عرفنا معلومات صادمة لأول مرة. الساموراي كونومون وكانجيرو ورايزو ومومو في الأصل كلهم جايين من الماضي، من بلاد وانو قبل 20 سنة. حكى بعدها كيرومون عن الرجل الذي قام بتغيير بلاد وانو وجعلها تنبض بالحياة، كوزوكي أودين الساموراي الذي نال على إعجاب اللحية البيضاء وملك القراصنة جولدي روجر. وعرفنا ازاي أودين قدر يغير منطقة كوري وخلاها من منطقة مليانة بالمجرمين إلى منطقة مزدهرة بالقرى والسكان، ولكن رغم ذلك تم إعلانه كمجرم من قبل الشوجون وكايدو، واتغدر بأودين من قبل الشوجون أوروتشي واتقتل في العاصمة كمجرم. بعدها أرسلت زوجة أودين توكي كيرومون والبقية للمستقبل، وعرفنا إن في الوقت الحاضر لسه في تابعين لأودين، لسه متذكرين كوزوكي أودين وعشيرة كوزوكي، وكل الساموراي التابعين لأودين موجود على أقدامهم وشم هلال. قسم كينومون الرسالة دي علشان تتوزع على المتحالفين، وقال إن اللي في الرسالة سكان بلاد وانو هيقدروا يفهموه كويس. وبعدها حط خطة من أجل الهجوم، وعرفنا إن الهجوم هيكون في ليلة مهرجان النار على جزيرة أونيجاشيما. قال كينومون إن هما محتاجين يلاقوا 3 ساموراي هيكونوا حلفاء أقوياء ليهم، وأسمائهم أشورا دوجي وكواماتسو ودانجر. وعرفنا بعدها ان اشورا دوجي بقى لسه مشهور في بلاد وانو وبقى اسمه شوتن مارو، وبالفعل بعدها شفنا لسه شوتن مارو في بلدة اوكوبور، وبعدها وصل جاك هو كمان للبلدة، وشفنا قتال قوي جدا بين الاتنين وظهرت القوة الكبيرة للساموراي اشورا دوجي. وبعدها سيبنا بلاد وانو خالص ورحنا لمقر قراصنة الوحوش في جزيرة اونيجاشيما، وشفنا كايدو هو في حالة من الغضب، وتحول كايدو الى التنين وتوجه بعدها الى منطقة كوري. كله شاف المظهر المرعب لامبراطور البحر، وقال له ان هما دلوقتي في مشكلة كبيرة، ولوفي لأول مرة بيشوف كايدو قدام عينيه، العيون والقلوب ظاهر عليها الخوف بسبب اللي هما شايفينه قدامهم. تنين طاير في السماء بيهدد الجميع، وكايدو بيبحث عن لوفي، ولوفي كل مكان. بيتساءل كينيمون ليه كايدو جه دلوقتي لمنطقة كوري. بيقول له ان هو ولوفي الهيدلاينر باسل هاوكنز شافهم واتعرف عليهم، بس يعني الخطة اللي هم حاطينها لسه محدش يعرف عنها حاجة. وبيقول له ان على الاغلب كايدو بيبحث عنه هو ولوفي، وبيقول له ان قراصنة الوحوش بيحتاجوا لشيئين مهمين جدا بشكل اساسي. اول شيء وهي الاسلحة اللي بيخلوا سكان بلاد وانو يصنعوها في المصانع، وتاني شيء هو الفواكه سمايل واللي كان بيوفرها ليهم دوفلامينجو وسيزر كلاون. ولكن زي ما احنا عارفين لوفي ولو دمروا مصنع سمايل في البنك هازارد، وقبضوا بعدها على سيزر كلاون اللي هو الشخص اللي بيصنع فواكه سمايل. وبعدها كمان دمروا المصنع اللي كان موجود في دريس روزا، ولوفي هزم دوفلامينجو، وبسبب كده الحكومة امسكت دوفلامينجو وحبسته. والخلاصة ان هم خلوا كايدو يغضب، وكايدو لما يغضب الامور مش بتكون احسن حاجة. واثناء الكلام لوفي بيسيبهم وبيبدأ يجري علشان ينزل من على الجبل، وبيقول لهم لو محدش يتحرك من هنا علشان مفيش حد تاني يتعرف عليكم. مش لازم قراصنة الوحوش يعرفوا ان باقي الطاقم بتاع قراصنة قبعة القش وقراصنة القلب موجودين هنا في بلاد وانو. وتحت عند بلدة اوكوبور بنشوف شوتن مارو وهو بيكلم رجالته بيقول لهم يلا نرحل من هنا، ولكن كايدو في السماء بيشوفه وهو بيرحل وبيطير وراه، وبيقول له كايدو ان هو لسه فاكره من الماضي. بيتوتر شوتن مارو من كلام كايدو وبيمسك سيفه، بس كايدو بيضحك وبيقول له خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة مع بعض، تعالى وخليك التابع بتاعي وانضم لقراصنة الوحوش. بنلاحظ ان كايدو مش في كامل وعيه حاليا، وباين عليه ان هو دايخ من كتر الشرب، وبيقول جاك لرجالته ارحلوا من هنا بسرعة علشان كايدو ممكن يغضب ويدمر كل شيء حواليه في اي وقت دلوقتي. وعند القلعة بتقول اوكيكو لكينومون ان زوجته اوتسورو دلوقتي موجودة في بلدة اوكوبور، والاتنين بيطلعوا يجروا علشان يروحوا ينقذوها قبل ما يدمر كايدو البلدة. ولو كان وصل عند لوفي اللي لسه بيجري وبيقول له عاوز تعمل ايه. بيقول له لوفي ان كايدو دلوقتي بيبحث عنهم هما، وعشان كده لازم يوقفوه هنا. عندي بلدة اوكوبور كان وصل باسل هاوكنز هناك وكلم كايدو بصوت عالي وقال له لو بتبحث عن قبعة القش والطفلجار لو فهم دلوقتي موجودين عند انقاض قلعة اودين. وبيسأل جاك باسل هاوكنز اذا كان هم هناك بجد، وبيقول له هاوكنز ان هو قال كده علشان يخليه يهدى شوية ويبتعد عن تدمير هذا المكان.
وكمان الشوجون اوروتشي خايف من الاسطوره اللي بتقول ان عشيره كوزوكي هترجع من اجل الانتقام منه وقتله وفتح بلاد وانو، يعني دلوقتي كايدو هيدمر القلعه وبكده الاسطوره تنتهي تماما. وللاسف باسل هاوكنز قال معلومات صحيحه لكايدو من غير ما يقصد، وكايدو بيبص على قلعه اودن وبيقول ان المكان ده بيعيد له الذكريات، وبيقول ان هو مش هيسيب الاتنين اللي سلبوه فواكه سمايل عايشين. وبيتوجه كايدو ناحيه قلعه اودن، واللي عند القلعه بيلاحظوا ان هو جاي عليهم دلوقتي، ولوفي ولو توقفوا ولاحظوا هما كمان ان هو رايح ناحية القلعة. بيطلع كايدو للسما فوق وانظاره ناحية القلعة، وبيشعل النار وبيستعد من اجل الهجوم، وبضربة النفس المتفجر بيحرق كايدو الجبل تماما. امام عيون لوفي ولو شافوا كل اصدقائهم اتحرقوا في ثواني، ولوفي ولو مش مصدقين اللي بيحصل، ولوفي بيغضب وبيزعق بصوت عالي باسم كايدو. جاك وباسل هاوكنز مصدومين من القوة اللي شافوها. في ثواني معدودة كايدو خلص كل حاجة، ولوفي من كتر الغضب بيطلق الهاك الملكي وبيجري بسرعة كبيرة ناحية كايدو. وكايدو كان بالفعل خلاص دخل في حالة من الغضب وعمال بيدمر كل حاجة حواليه. لوفي بيجري بسرعة كبيرة ناحيته وبيستخدم المستوى الثالث، وبيطير لوفي في السماء وبينزل على كايدو بكل قوته. ضربة بتدمر كل شيء تحت كايدو وبتخليه يسقط على الأرض. لأول مرة بنشوف لوفي في هذه الحالة من الغضب. بينزل لوفي على الأرض وبيبدأ يجري ناحية القلعة علشان يطمن على أصدقائه، وهو بيجري بيسمع اسم سبيد وجنود واقفين حواليها، وبيروح عليها بيلاقيها واقعة على الأرض ومصابة إصابات خطيرة، وبالهاك الملكي بيسقط كل الجنود اللي حواليه. بيسأل لوفي سبيد ايه اللي جابك هنا وفين اوتاما، وصلتيها للمنزل ولا لا؟ وبتتكلم سبيد بصوت يملأه الألم وبتقول لما كانوا في طريقهم لبيت اوتاما كايدو شافهم وهو في طريقه لهنا، وما قدرتش سبيد ان هي تحمي اوتاما لما هجم عليهم. بيفتكر لوفي لحظاته مع اوتاما وبيغضب وبيقول انا المفروض اللي كنت وصلتها. عند كايدو اللي ساقط على الارض كان رجع فتح عيونه مرة تانية، وبنشوف تلفلجار لو عند لوفي وبيقول له يلا نهرب قبل ما كايدو يرجع تاني. وبيقول له لوفي ان كايدو قتل اوتاما ومش عارفين اذا كان هو قتل الطاقم بتاعك وبتاعي ولا لا. وبيقول لوفي ان هو لو هزم كايدو هنا الامور كلها هتنتهي. بيقف لوفي وبصوت عالي بيقول لكايدو انا هنا، وبيرجع التنين مرة تانية بيطير في سماء بلدة اوكوبور، وبيقف كايدو امام لوفي وبيقول له لوفي انا هو الرجل الذي سيصبح ملك القراصنة. على طول كايدو بضربة نفس متفجر كمان بيهجم على لوفي، ولكن لوفي كان طار في السماء ورجع للهجوم بالمستوى الثالث مرة تانية، وبيهجم لوفي كمان مرة تالتة وتصادم قوي بالهاك الملكي. بينزل لوفي وبيتحرك بسرعة كبيرة، ولكن برضو كايدو مش سايبه، وبديل التنين بيضربه وبيرميه على الأرض. لوفي وهو ساقط بيقول لكايدو انا هخليك تدفع تمن اللي انت عملته، وبيتصدى لوفي لهجوم كايدو بايديه الاتنين، وبيقفز لوفي في الهواء وهو بيفكر في اوتاما، وضربات سريعة وقوية بينزل ضرب في كايدو، ولو واقف مصدوم من اللي هو شايفه واللي لوفي بيعمله. لوفي بيستمر في الهجوم، ولكن كايدو بأنفاسه بيطيره بعيد، وبعدها بديله بيهجم كايدو مرة تانية على لوفي، بس برضه لوفي مش بيستسلم وبيرجع تاني للهجوم. وكايدو بضربات نارية متفجرة بيهجم هو كمان، ولوفي بضربة جومو جومو نو بيضرب كايدو، وبعدها بكل قوته والهاك الملكي بيغطي جسمه كله. بينزل بكايدو على الأرض، وكايدو بيرجع لهيئته البشرية وهو ساقط أرضا. لوفي لسه واقف والغضب بتاعه زي ما هو، وبيمشي ناحية كايدو وهو بيقول له للمرة التانية ان هو هيدفعه التمن. وكايدو كان قام وقف بس لسه باين عليه ان هو مش فايق بشكل كامل. ولوفي المرة دي كان بدأ في استخدام المحرك الرابع، وباوندو مان بيهجم مرة تانية على كايدو وبيضرب لوفي كايدو في وشه. بس ضربة لوفي ما عملتش اي حاجة، وكايدو واقف مكانه ما اتحركش لورا حتى. وبيرجع لوفي يحاول يضرب كايدو مرة تانية بكل الضربات الممكنة، بس ولا ضربة بيظهر ان ليها تأثير على جسد كايدو. الجلد السميك والقوة بتاعت كايدو مخليه مش حاسس بأي ألم. بيقف كايدو والمرة دي غير أي مرة شفناها قبل كده. كايدو فاق تماما وخلاص بقى في كامل وعيه، وبيهجم لوفي مرة تانية على كايدو، والمرة دي بضربة كونجي كانج، ولكن كايدو بضربة رايمي هاكي بيضرب لوفي. ضربة رايمي هاكي بترمي لوفي بعيد لحد الجبل، وبيخلص الهاكي بتاع لوفي وبيطير في الهواء وبيرجع تاني عند كايدو. كايدو قطع بلوفي بضربة واحدة فقط.
لو واقف من بعيد بيفكر ازاي ياخده ويهرب من المكان، وبيستخدم الروم ولكن بيجي عليه هجوم من مسمار من ورا بيخليه يفقد قدرته. وبيظهر بعدها باسل هاوكنز مرة تانية وبيقول له ان احجار الكايروسكي بيتم صنعها في بلاد وانو، فاي حاجة من الاسلحة هتبقى من احجار الكايروسكي وهتخليك تفقد قدرتك، ومفيش غير سكان بلاد وانو اللي يقدروا يصنعوا شيء بالدقة دي زي المسمار من الاحجار الكايروسكي. وبيهجم باسل هاوكنز بالسيف بتاعه على لو، بس لو بسرعة بيتخلص من المسمار وبالروم بيرحل من هذا المكان. ويقول باسل هاوكنز لجنوده يبحثوا عن لو في كل مكان، وكايدو كان واقف امام لوفي اللي ساقط وفاقد للوعي تماما. وبيقول له كايدو ازاي تقول انك هتبقى ملك القراصنة قدامي، وبيقول كايدو لرجالته خدوه وارموه في السجن بعد ما ندمر روحه ونخليه يفقد الامل هيبقى تابع لينا. وبيقول لهم ما تذكروش اي حاجة في الصحف عن ان في قرصان دخل لبلاد وانو علشان ما فيش اي فضول يجي للسكان المعزولين عن العالم الخارجي. رجالة كايدو حوالين لوفي علشان يشيلوه، ولكن لوفي حتى وهو مغمى عليه بيخرج منه الهاك الملكي وبيسقط كل اللي حواليه. وشوتنمارو شاف اللي حصل وبيقول ان دي قوة اودين في الماضي، ورغم ان هو فاقد للوعي الا ان هو اطلقها برضه. وبيتساءل شوتنمارو مين هو الشخص ده، وكايدو بيعرف ان لوفي هو كمان مستخدم الهاك الملكي. وبيتحول كايدو للتنين مرة تانية وبيقول المرة الجاية هنمسك تلافلاجارلو، وبيرحل كايدو عن اوكوبورو وبيرجع تاني لجزيرة اوناجاشيما. ولو كان مصاب وماشي بالعافية وقدر يهرب بعيد عن بلدة اوكوبور، وبيتساءل اذا كان الطاقم بتاعه هو والبقايا لسه عايشين ولا لا. وعند لوفي كانوا ربطوا احجار الكايروسكي عليه علشان يمنعوه من استخدام الفاكهة بتاعته. وبيقول باسل هاوكنز ان القبض على قبعة القش هيكون كافي للوقت الحاضر. وفي بلدة اوكوبور كان كينومون وصل عند اوتسورو بس واقف من بعيد ومش عايز يظهر قدامه، والمهم ان هي بخير. وكيكو كانت رجعت بسرعة عند المكان القلعة اللي اتحرق، ولقت هناك حفرة كبيرة جدا وفضلت تندى على أي حد يكون لسه عايش، وسمعت صوت تشوبر طالع من الحفرة، وكلهم واقفين على جسد تشوبر اللي سادد الحفرة، وبيطلعوا كلهم لبره، وبتقول شنوبو إن هم نجوا بعجوبة من الهجوم. نرجع نشوف لما كايدو هجم على قلعة اودين، ولكن شنوبو استخدمت قوتها والجيتسو بتاعها وفتحت حفرة كبيرة في الأرض، وكلهم سقطوا في الحفرة وتشوبر أنقذهم بعدها. بيسأل الطاقم اوكيكو على لوفي لما شافوه اخر مرة كان بيجري ناحية كايدو، وبتقول لهم اوكيكو جهزوا واسمعوا الكلام اللي هقوله كويس، وبتحكي لهم بعدها كل حاجة حصلت. بنسيب الطاقم واوكيكو دلوقتي وبنروح نشوف اوتاما وهي واقعة على الارض ومتصابة اصابات كتيرة جدا، والحاكم اونوراشي ومعاه واندا عثروا عليها. وقال الحاكم اونوراشي ازاي حد يأذي طفلة بالشكل ده، وفي صحراء منطقة كوري بنشوف جنود كايدو وهم ساحبين لوفي على الارض، ولوفي لا يزال مغمى عليه بسبب ضربة كايدو. وفي عاصمة الزهرة كان الأخبار عن القتال انتشرت في كل مكان، وفرانكي وروبين ويوسف شافوا صورة لوفي في الأخبار. وشخص تاني كان لسه تايه وهو زورو، ولما عرف زورو بيغضب وبيقول للوفي ايه اللي انت عملته؟ روح دلوقتي عند المكان اللي فيه مصانع الأسلحة والمناجم في بلاد وانو وهو سجن أودون. وبنشوف اتنين قدام زنزانة ومعاهم سمكة، والاتنين الظاهر ان هما ما يعرفوش مين الراجل اللي جوه الزنزانة. نعرف ان هما مش بيدوا السمك للشخص اللي جوه غير لما يشيلوا الشوك بتاعه، وضروري جدا الشوك بتاع السمك يتشال منه لان هو شخص مش عادي. المهم اثناء الكلام باب السجن بيتفتح وبيتم اعلان وصول سجين جديد، والسمكه بتقع من ايد الراجل داخل زنزانه السجين قبل ما يشيلوا الشوك منه. بنشوف بعدها السجين الجديد لسجن اودون وهو مونكي دي لوفي. الكل بيتكلم عنه ان هو الشخص الذي تحدى كايدو، وبيضربوا لوفي وهو ماشي، ولوفي مش قادر يعمل اي حاجه بجسده المدمر واحجار الكايروسكي اللي على ايده. الشخص اللي جوه الزنزانة قاعد بياكل السمكة وبيسمع الكلام عن لوفي، وواحد من الجنود بيهجم على لوفي هو كمان، ولكن فجأة شوك السمكة بيطلع من الزنزانة وبيجي في رقبته، والجنود خايفين من الشخص اللي جوه الزنزانة واللي قادر يقتل بشيء بسيط مثل شوك السمك. وبعدها لوفي هو كمان بيترمي في الزنزانة، وبيقولوا له الجنود استعد للتعذيب وايامك الصعبة اللي انت داخل عليها. وفي نفس الزنزانة بتاعة لوفي بنشوف قرصان اخر من الجيل الاسوأ وهو كوستاس كابتن كيد. بنسيب بلاد وانو دلوقتي وبنروح لجزيرة كولوم في الجراند لاين، ودي الجزيرة اللي زورو اتدرب عليها السنتين اللي فاتوا. وبنشوف أحد الشيتشوبوكاي السبعة وأقوى سياف في العالم دراكولا ميهوك. بتجيله صحيفة الأخبار وبتقرأ بيرونا الأخبار وبتعرف إن لسه موريا عايش، وبيقول ميهوك إن لسه اجتماع الريفري شغال في أرض الماريجوا، وبيقول إن في موضوع غريب بيتم نقاشه دلوقتي في الاجتماع ده. بنروح لجزيرة تانية اسمها جزيرة القراصنة هاتشينوسو، ودي جزيرة معروفة بأنها جنة القراصنة. بنشوف جيش من الزومبي بيهجم على هذه الجزيرة، وموريا ماشي وغاضب وبيقول أبسولوم فين، أنا عارف انتم اللي خطفتوه. وأبسولوم ده كان التابع بتاعه وصديقه في نفس الوقت، وبيقول موريا عارف ان اللحية السوداء موجود هنا وهو اللي خطف أبسولوم. وبيقول للقراصنة احضروا لي تيتش، وبالفعل بنشوف تيتش في مكان ما قاعد بيتفرج على موريا وبيضحك. وبعدها بنشوف كمان قائد السفينة الرابعة لقراصنة اللحية السوداء الملك الفاسد أفالو بيزارو، وهو كمان بيتفرج على موريا.
بعد شوية وقت موريا فعلا بيشوف أبسولوم وبيقول له أبسولوم أنا بخير وزي الفل، وبيقول له أبسولوم إن هو جه للجزيرة دي لأن هي عاملة زي الجنة وكل شيء فيها ممتع. بيرتاح موريا وبيقول كويس، وبيأمر جيش الزومبي ان هم يتراجعوا، وبيقول موريا ان قراصنة اللحية السوداء معروفين ان هم بيدوروا على الفواكه الشيطان اللي ليها قدرات قوية، وفاكهة أبسولوم اللي كانت بتخليه يختفي كانت مطمع ليهم. بيضحك أبسولوم وبيقول لموريا ان كلامه صح، وفجأة بنشوف شخص خفي بيقطع الزومبي وبيهجم على موريا، وبيظهر شيريو المطر قائد السفينة الثانية من قراصنة اللحية السوداء، وبيقول لموريا ايه رأيك في قدرتي الجديدة في الاختفاء. وموريا بينصدم وبيبص لأبسولوم وبيقول له انت مين. بيضحك أبسولوم وبيقفز، وبنشوف كاترينا ديفون قائدة السفينة السادسة من قراصنة اللحية السوداء والمعروفة بهلال القمر، وهي أبعد طبعا ما تكون عن القمر، وبتقول لموريا احنا عندنا لسه جثة أبسولوم لو عايز تاخدها معاك. وموريا بيغضب وبيقول لهم ازاي تعملوا كده في صديقي، انا هحولكم كلكم لزومبي. وبتضحك كاترينا وبتقول له محدش منعك يلا جرب. وبنشوف تيتش في مكان ما بيستخدم فاكهة الزلزال وبيعمل هزة كبيرة في الجزيرة، وبيكلم موريا بصوت عالي وبيقول له بطل تعمل دوشة، وموريا بيعرف ان هو دخل برجله للجحيم. بنشوف جريدة الأخبار مع تيتش واللي بيقول إن النهاردة اليوم الرابع من اجتماع الريفري، وقادة الجيش الثوري ظهروا في أرض المريجو أخيرا، وحصل تصادم بين القادة وبين الأدميرال في جوتورا ورايكوغ. وفي نفس الوقت الأخبار بتقول إن بلاد وانو موجود فيها قبعة القش، بالإضافة إلى إن البيج مام هي كمان في طريقها لهناك. وبيقول تيتش إن العالم كله داخل في مرحلة جديدة، ودلوقتي الأقوياء هيدمروا بعضهم لبعض، والأقوى هو اللي هيجلس في النهاية على عرش العالم. وبنرجع مرة تانية لبلاد وانو عند منطقة أتاماياما في كوري، وبنشوف ان الحاكم انوراشي واقف في مواجهة شوتن ماري، وكمان كينمون موجود وواندا وكاروت ومومو، والاتنين بيبدأوا القتال وضربات قوية من كل طرف. وبيكلم كينمون شوتن مارو باسمه القديم اشورا دوج، وبيقول له ليه مش بتساعد الناس في منطقة كوري بقوتك، منطقة كوري اللي كانت موطن القائد بتاعنا كوزوكو اودين. يفتكر اشورا دوجي اودين وبيقول خلاص اودين دلوقتي مات، وبيقول لهم ايه اللي رجعكم دلوقتي بعد السنين دي كلها. وبيقول له انوراشي ان احنا رجعنا علشان نحقق حلم اودين، بس انت شكلك نسيت كل حاجه وبقيت تابع لاهوائك الشخصيه. بيغضب اشورا دوجي وبيقاتل بقوه اكبر، وبيقول لانوراشي ما تتكلمش كانك عارف كل حاجه، والقتال بيحتدم بين اتنين كانوا اصدقاء في الماضي، ولحد ما كانوا بيقول لهم كفايه كده. وبيرحل اشورا دوجي، واوكيكو بتقول له انا كنت فاكراك احسن من كده. يقول لهم أشورا إن هو شاف بلاد وانو لمدة 20 سنة من ساعة موت أودين، ودلوقتي شايفهم جايين وعايزين يغيروا كل حاجة، وأكيد مش بعد 20 سنة هنرجع تاني نقاتل ونقول إن إحنا هنقدر نستعيد بلدنا. وبيرحل أشورا دوجي بعد ما رفض الانضمام إلى ساموراي عشيرة كوزوكي. بعدها بشوية بنشوف وصول رايزو عند إنوراشي وكينومون، وبيقول لهم إن هو قدر يحدد مكان لوفي، وبيقول إن هو هيساعده على الهروب من السجن. في حتة تانية بنروح نشوف أوتاما اللي جسمها كله جروح وفاقت وفتحت عينيها وشافت تشوبر قدامها، وبتقول ان هي فقدت وعيها من شدة الخوف لما شافت كايدو، واخر حاجة فاكراها ان سبيد كانت بتقاتل كايدو علشانها. نروح لسجن اودن وبنشوف لوفي اللي بيقوم بالاعمال الشاقة، وكمان كيد شغال بقوة كبيرة، وكل ما تعمل اكتر كل ما هتاخد طعام زيادة. وكمان رايزو مختفي وموجود داخل السجن. عند عاصمة الزهرة كان سنجي الأكل بتاعه بيجذب كل السكان، وأثناء الأكل بتيجي صحيفة الأخبار وبيتكلموا عن شخص مطلوب وهو قاتل واسمه هيتو كينيكاماز، وانتشرت بلاغات على سلسلة من القتل في الحي الثامن من العاصمة. وشخص تاني اسمه شوميتسو كوزي، وده بيظهر ساعة الفجر وبيسرق الطعام والأموال من العاصمة والأثرياء وبيديها للفقراء للبلاد اللي جنب العاصمة. ويوسف كان لسه زي ما هو بيوزع الورقة اللي رسمها كينمون على كل شخص عنده وشم هلال على قدمه، وخلاص كل المتحالفين عرفوا ان عشيرة كوزوكي عادت من جديد. نروح لمنطقة تانية وبنشوف نامي مع شونوبو، وهما الاتنين بيتسللوا لمكان ما وبيسمعوا حوار بين اتنين من أتباع أوروتشي. بعدها بشوية بيرحلوا من المكان، وبتقول نامي إن هي شافت اسم الميناء وموعد شحنة الأسلحة الجاية، وبكده هم عرفوا مكان تخزين الأسلحة الخاصة بالشوجون أوروتشي. وبعدها على جزيرة اوناجاشيما بنشوف لأول مرة الكوارث التلاتة متجمعين مع بعض. كينج وكوين هما الإخوة الأكبر لجاك، وبنلاحظ ان الاتنين بيعاملوا جاك بطريقة مش حلوة، بس جاك مش بيقدر يتكلم. وبنعرف ان كوين هو المسؤول عن سجن اودون الموجود فيه لوفي دلوقتي. نرجع تاني للعاصمة ولسه الناس مبهورين بالاكل بتاع سانجي والصوبة بتاعته، محدش تذوق اي حاجة زيها قبل كده، ولكن في 3 اشخاص بيراقبوه من بعيد ومتضايقين من سانجي من اللي بيعمله، وبيقولوا ان هم هيعرفوا مين المسؤول عن المنطقة دي من البلاد. بنرجع مرة تانية لسجن أودن، وكل السجناء شغالين بكل طاقتهم في صنع الأسلحة، وأي حد بيتعب أو يتوقف عن العمل بيموت على طول. وبرغم كده الأكل قليل جدا، وبنشوف واحد من السجناء وهو شخص عجوز وقاعد بيبكي بسبب إن هو مبقاش قادر يحمل الصخور ومفيش أي أكل ياكله.
والراجل اللي بيديله الاكل بيضربه بيقوله اذا كان عاجبك. وعلى الناحية التانية بنشوف لوفي وكيد شغالين زي الفل وبياخدوا طعام كتير جدا، بس الاتنين برضه مش متوافقين مع بعض وبينهم تحدي كبير. وبنشوف واحد من الهيدلاينر واسمه دوبن وهو متناول لفاكهة فرس النهر وبيقول مين السجين اللي اكل الاكل كله، هو بيبقى قصده على لوفي وكيد. بنشوف ان هو واقف برجله فوق الراجل العجوز اللي مش قادر يتحرك، وبيجيله لوفي وكيد عنده وبيقولوا له هم دول اللي اكلوا الاكل كله. والراجل بيغضب وبيقول لهم هنتقم منكم على كل الاكل اللي اكلتوه. وبيلاحظ لوفي الراجل العجوز اللي واقع على الارض وغرقان في دمه، وبيجري عليهم الهيدلاينر ده وبيبلعهم جوه فرس النهر بتاعه. وبيضحك الجنود وبيقولوا انه جوه جسده موجود حجرة التعذيب، اللي بيخش جوه جسده بيكون مصيره الموت. وفعلا داخل جسده بيقول لهم دلوقتي هتكون نهايتكم، ولكن هو اللي بينضرب وبيخرج لوفي وكيد من غير ما يحصل لهم اي حاجة. ولوفي بيشيل الراجل العجوز على كتفه من على الارض وبيمشي كيد ولوفي وكل السجناء فرحانين بيهم. نرجع مرة تانية عند سانجي واللي بيروح عنده التلاتة اللي كنا شفناهم قبل كده، وبيقولوا له مين اللي اداك الاذن انك تفتح مطعمك هنا. وبنعرف ان التلاتة دول من عائلات كويشيرو ودي المنطقة بتاعتهم، ولو سانجي ما دفعش ليهم فمش مسموح ليه ان هو يفضل هنا. وبتفتكر روبين الشخص اللي كان اسمه كويشيرو اللي كانت سمعته بيتكلم على اوروتشي قبل كده، وبتقول الظاهر ان هم دول اتباعه. بيتجاهل سانجي كلامهم وبيكمل في صنع الصوبة، وبيقولوا لسانجي لازم تدفع فلوس علشان لو حد هجم على المحل بتاعك احنا اللي هنحميه. ويقول لهم شكرا على مساعدتكم ولكن انا مش محتاج اي مساعدة من حد. وبيدي سانجي للطفلة الصوبة بتاعتها وهي مبتسمة وفرحانة بيها، ولكن الراجل ده بيرمي الصوبة منها وبيقول لها محدش ياكل صوبة من هنا. والبنت الصغيرة بتبكي بس وشها لسه بيضحك، وسانجي بيشوف الطعام مرمي على الارض. والتلاتة دول بيخلوا كل الزباين يرحلوا من المكان. وسانجي بقى غاضب ويوسف بيقول له بلاش تعمل اللي في دماغك، بس سانجي خلاص بقى غاضب وبيروح يقاتل التلاتة دول وبيهزمهم بكل سهولة، وبيأكل كمان الراجل ده الطعام اللي هو رماه على الأرض. بعد ما المعركة بتنتهي بترجع البنت الصغيرة اللي كانت عمالة تضحك ولسه زي ما هي بتضحك برضه. سانجي بيديها طبق سوبا كمان وبتاكله وبتفرح وبتقول ان طبق السوبا ده ألذ طبق اكلته في حياتها. وبنعرف ان البنت دي اسمها توكي وعلى طول عندها ابتسامة كبيرة كده، حتى اثناء العياط كانت مبتسمة برضه. وبتقول لسانجي ان هي بقالها ساعات واقفة في الطابور علشان تحصل على طبق السوبا بتاعه، سبب كده اتأخرت عن العمل. وبيسألها فرانك انت شغالة ليه وانت صغيرة كده، وبتقول له توكي علشان اقدر احصل على المال من اجل عائلتي. وبتقول ان هي النهارده اتأخرت على موكب الايوران. نعرف ان توكي واحدة من الكامورو التابعين لاويران بلاد وانو، والاويران بتبقى دي اجمل واحدة في البلاد كلها. وبنعرف ان اسمها كامورا ساكي والموكب بتاعها هيكون في طريقه لمقر الشوجن اوروتشي. وبتيجي الست اللي روبين شغالة عندها وبتقول لروبين مبروك تم استدعائك للقصر علشان تبقي موجودة مع الاويران وباقي السيدات وتقدري تقابلي الشوجن اوروتشي. ودلوقتي في بلاد وانو الامور كلها ماشيه زي ما الطاقي ما عايز. بيتم اعلام الحلفاء والساموراي بموعد الهجوم على كايدو والشوجن، وفي نفس الوقت بيتم جمع المعلومات السريه. بس الامور اكيد مش هتفضل كده لفتره طويله. في الاجزاء الجايه هنشوف لوفي هيعمل ايه في السجن، والساموراي هيتحركوا ازاي في بلاد وانو، وازاي هيقدروا يطلعوا من المشاكل اللي هتحصل قدامهم. لو انت وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك من كل قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.